عليكم. اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مستر حسام عياد مدرس التاريخ للمرحله الثانويه. طبعا دي اول حصتنا في المنهج يا شباب. هنبدا نتكلم مع بعض بس سريع كده قبل ما ابدا الفصل الاول. هنتكلم انا وانتم بصفه عامه منهج التاريخ وقصه التاريخ معانا ايه. طبعا انا عارف طلبه ثالثه داخله عندها ايه بقى خلفيه التاريخ والبعبع الثانويه ومش عارف ده فيزياء ادبي وكيمياء علمي. الكلام ده بابا ما بيحصلش، ما تقلقش، خدوا الامور ببساطه جدا. احنا معانا التاريخ هتبقى ماده سهله. انا عايزك تثق في نفسك. احنا هنبدا التاريخ مع بعض، هنحكيه كقصه. التاريخ احنا مش هنشرحه بالطريقه اللي انت تفتكر ان احنا بنعتمد على الحفظ، لان النظام الجديد يا شباب بيعتمد على فهمك للماده وليس حفظك. طبعا دايما الطلبه هتسال اول حصه يا مستر هو التاريخ ده حفظ ولا فهم؟ احنا يا جماعه هنبدا عادي نفهم سنه بسنه، والفهم هيوصلنا الى مرحله ان احنا نبقى حافظين المنهج. انا مش عايزك تقلق خالص من التاريخ. انا وانت هناخد التاريخ كده كقصه ظريفه مع بعض، ان احنا قاعدين مع بعض كده بشغل ايه حكاوي الجهاوي. يعني انا وانت هنبدا التاريخ كحكايه كقصه. التاريخ ماده سهله جدا، ماده ممتعه. احنا لو فهمناها واستوعبناها تبقى اسهل ماده عندك. انت اللي في ايدك بتصعبها على نفسك وتسهلها على نفسك. المهم انك انت بعض التعليمات اللي احنا هنتبعها مع بعض دلوقتي تلتزم بيها. خلاص؟ طيب بصوا يا شباب، احنا عندنا التاريخ السنه دي لازم تبقى عارف في بدايته القصه ماشيه ازاي. انت طبعا حته ان التاريخ 60 درجه دي انت عارفها. التاريخ عندنا اسمه تاريخ مصر. الكتاب بتاعك بتاع الثانويه دوت اسمه ايه؟ تاريخ مصر والعرب الحديث. انت درست في سنه اولى ثانوي تاريخ اسمه التاريخ الفرعوني. تانية ثانوي اسمه التاريخ الوسيط اللي هو التاريخ الاسلامي. ما الفرعوني ده اسمه التاريخ القديم. التاريخ الوسيط اللي هو التاريخ الاسلامي. احنا بنبدا بقى بتاريخ اسمه التاريخ مصر الحديث والمعاصر. طيب ايه الفرق بين التاريخ القديم والوسيط والحديث والمعاصر؟ التاريخ القديم ده تاريخ الفراعنه اجدادنا القدماء. تاريخ الاسلام المرحله التي ظهرت فيها ظهور الاسلام، وده درسناه في ثانيه، والفتوحات خلاص، وظهور الدول المستقله عن الدوله الاسلاميه. احنا دلوقتي هنبدا بقى في تاريخ مصر والعرب الحديث. طب التاريخ الحديث يا مستر بيبدا منين؟ بيبدا منذ فتح القسطنطينيه 1453 على يد محمد الفاتح، واصبحت القسطنطينيه عاصمه للدوله العثمانيه بعد ان كانت عاصمه الدوله البيزنطيه. خلاص؟ ده بدايه التاريخ الحديث لغايه سنه كام؟ لغايه الحرب العالميه الاولى اللي هتبدا من 1914 ل 1918. تمام؟ التاريخ المعاصر اللي سيادتك عايشه زي مثلا احنا عاصرنا ثوره 30 يونيو، 25 يناير، دي احداث احنا عاصرناها، فده اسمه تاريخ معاصر. يبقى التاريخ عندنا بينقسم الى قديم، وسيط، حديث، معاصر. احنا السنه دي بندرس ايه؟ في ثالثه تاريخ مصر والعرب الحديث. تمام؟ طيب احنا بص يا بابا، التاريخ اساسا عندك 8 فصول. تقسيم الثمانية عندك ازاي في التاريخ مصر والعرب الحديث؟ الفصل الاولاني ده بيتكلم عن حاجه اسمها الحمله الفرنسيه على مصر وبلاد الشام، اللي هندرس بيه الحصه الاولى النهارده. اسمه تاريخ مصر اللي هو تاريخ الحمله الفرنسيه. هنبدا بالفصل الاولاني الحمله. الفصل ده بيجي عليه 5 درجات 6، ما بيبقاش فصل شديد شويه في الدرجات. الفصل الثاني ده بقى هنبدا بمين؟ بالحاج محمد علي والاسره السعيده. احنا دلعنا لمحمد علي محاميحه. ده بقى احنا طريقنا طويل معاه. ليه بقى؟ لان ده بيجي فيه عليه في المنهج. الفصل الثاني بالذات بيجي بيدرس 80 سنه من تاريخ مصر، من فتره خروج الحمله لغايه الثوره العربيه، محمد علي وخلفائه. يبقى احنا بنسمي محمد علي واسرته السعيده. الفصل ده بيتكون منين بقى يا شباب؟ 12 درجه، فصل مهم شويه في التاريخ فبنتك عليه. الفصل الثالث بيتكلم عن الثوره العربيه، احمد عرابي ومصطفى كامل للاحتلال والتدخل، وبناخد مقاومه الاحتلال. الفصل ده بيجي عليه حوالي 9 درجات. الفصل الرابع بيجي عليه 10 درجات، ده بيتكلم عن تاريخ مصر في ثوره 19 وثوره 52 اللي احنا عارفينها، ثوره جمال عبد الناصر اللي بنسميها ثوره الضباط الاحرار. ده الفصل ايه؟ الرابع. طيب لما نمسك مع بعض كده، احنا خدنا ده اسمه تاريخ مصر.
الفصل الاول الثاني الثالث الرابع. هيخش بقى على تاريخ العرب الحديث. العرب الحديث ده الخامس والسادس يعتبروا مع بعض، بيجي عليهم الفصل الخامس حوالي 6 درجات والسادس بيجي عليه 4. الفصل التاريخ العرب ده عباره عن ايه؟ بيجيب لك بقى مناطق اللي تعرضت للاستعمار والتدخل الاجنبي ودور مصر فيها. يعني بيبدا في الفصل الخامس منطقه الخليج والتدخل الانجليزي، ثم يجيب لك فرنسا واحتلالها الجزائر وتونس والمغرب، الجماعه اللي بيضرونا طوف في الكوره دول. وبعد كده يجيب لك ايه؟ يخش لك على ليبيا، يخلص الفصل الخامس، يخش على السادس يعطيك سوريا ولبنان، وبعد كده يروح داخل لك على العراق اللي هي بلاد الرافدين والهلال الخصيب. وبعد كده في النهايه خالص الفصل السادس بعد ما ينتهي بالعراق بيخش على فصل مهم جدا جدا اسمه الفصل السابع عندنا، الصراع العربي الاسرائيلي اللي هو القضيه الفلسطينيه. ده اعلى فصل في المنهج بيجي عليه حوالي 13 درجه. ثم بيختم المنهج بايه؟ بالفصل الثامن، فصل لذيذ وابن ناس كده، ثوره 25 يناير و30 يونيو، صفحتين، فبيجي عليهم درجتين بس. تمام؟ احنا توزيعه سريعه للمنهج بس عشان اعرفك المنهج ده بيتكلم عن ايه. قصه التاريخ معاك السنه دي تاريخ ماده لذيذه جدا، زي ما بقول لك احنا هنبسطها على بعض، هنشرحها لبعض كده بطريقه سهله، وهنفهمك باسلوب سهل جدا. بعد ما بخلص كل فصل بتطرق الى حصة كاملة لمراجعة الفصل شاملة من خلال أسئلة بالنظام الجديد. طبعا انتوا عارفين دلوقتي في سؤالين مقالين بيجوا آخر السنة، والسنة اللي فاتت 23 جاء الحمد لله سؤالين مقالين سهلين يتجابوا وجم بطريقة مباشرة الطلبة حلتهم، وبإذن الله احنا نتطرق لكافة أنواع الأسئلة. وأنا مش عايزك تاخد الايه التاريخ على قلبك جو كده، يعني انك انت بقى ايه ده التاريخ ابدا احفظ والمنهج كبير ومذكرات المدرسين والكتب الخارجيه. الكلام ده مش حاصل. احنا عايزين مع بعض زي ما بقول لك بنبسط الامور، وباذن الله ماده التاريخ هتبقى ماده شيقه جدا ليك، ما تقلقش. احنا بمشيئه الرحمن الامور هتمشي معانا كويس، وانا معاك طبعا على الاونلاين على طول، ومعاك برضو على الجروبات، وهيبقى معاك الارقام اللي هتتصل بيا، واي اسئله واستفسار هدخل الجروبات معايا وهنبدا نتعامل مع بعض. وباذن الله التاريخ هتبقى ماده لذيذه جدا. وفي النهايه ما تنساش شعارنا مع الامبراطور، هخليك من التاريخ دكتور. يلا شد حيلكم ونبدا مع بعض الفصل الأول اللي هو تاريخ مصر الحديث، اللي هو بحملة اسمها الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام. تمام يا شباب؟ هنبدأ شرح الفصل الأول كده وعلى مهلنا، وزي ما بقول لك احنا هنبدأ مع بعض كده، هنبدأ ناخد الدرس كأنه تاريخ حكاوي الجهاوي. خلاص؟ هنبدأ مع بعض الفصل الأول شرح زي ما قلنا الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام. ده الفصل الأول عندنا بيتكلم عن الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام من 1798 إلى 1801. يعني الفترة الزمنية اللي احنا هنتكلم عنها في الفصل الأولاني يا رجالة هنتكلم عنها مدة 3 سنين اسمها الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام. طيب احنا طبعا بنسمع عن دولة اسمها دولة فرنسا، وعارفين أم الدنيا مين؟ مصر. طيب يا ربي ايه اللي يخلي دولة زي فرنسا في قارة أوروبا تفكر إنها تحتل أم الدنيا مين؟ مصر. ايه اللي يخلي فرنسا تجيب جيش وحملة وتفكر في مصر؟ واشمعنى مصر؟ طيب احنا عشان نفهم القصة دي مع بعض كده بهدوء، فرنسا دولة في أوروبا جاية تحتل مصر اللي هي دولة في قارة أفريقيا. طيب ايه اللي حصل؟ أنا قبل ما أبدأ الشرح لازم أعرف ايه اللي بيحصل، ناخد الأحوال اللي بتحصل فين في فرنسا خلاها تفكر إنها تحتل مين؟ مصر. يبقى الحصة كلها عبارة عن ايه؟ اللي حصل في فرنسا خلى فرنسا فكرت إنها تحتل مين؟ مصر. يبقى ناخد أوضاع المجتمع في فرنسا وأوضاع المجتمع فين؟ في مصر، عشان نعرف الفرق بين هنا وهنا. خلاص؟ بين فرنسا ومصر. فالأول أنا هتكلم عن مين؟ عن فرنسا. طب أنت فرنسا جاي تحتل مصر في العصر الحديث، هي مصر عملت لي كام؟ اشمعنى مصر يعني؟ اشمعنى فكرت في مصر؟ جيت لي بص، ان انا افكر في مصر ده مش جديد عليا. اصل انا حاولت قبل كده وبدات
تتجدد محاولاتي لغايه ما قدرت احتل مصر. بقى انت في العصر الحديث فكرت تحتل مصر؟ قالت تاني. هنبدا دلوقتي بقى مين يا بابا؟ محاولات فرنسا لاحتلال مصر في العصر الحديث. اكتب الكلمة ايه؟ محاولات دي. تمام؟ يعني مش محاولة واحدة. كل حاكم فرنسا أول ما يمسك عايز يحتل مصر. ليه بقى؟ احنا عارفين من زمان، خدنا الكلام ده في أيام إعدادي، إن مصر دي دولة دايما موقعنا المتوسط بين الثلاث قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، فمصر موقعها المتميز خلى العين عليها. فنبدأ بالمحاولات دي بهدوء كده. هنمسك فرنسا فكرت في العصر الحديث ب4 محاولات. أول محاولة واحد كان أيام ملك اسمه لويس ال14. ماشي؟ كان حاكم فرنسا. الراجل ده فكر في احتلال مصر 1672، حكم من 1672 ل 1714. أول ما بدأت أنا طبعا في التاريخ ده قلت لي يا مرك يا مهجة يا مرك يا عم، دلوقتي ايه موضوع التواريخ اللي انت بتكتبها؟ هو في تواريخ هنحفظها؟ ما تقلقش، التواريخ السنه دي احنا تسلسل، دي ماده اسمها تاريخ مرتبطه بتواريخ، فلازم تسلسل الاحداث. واحنا مش هنحفظ التاريخ ايه حرب 73 محمد علي مذبحه القلعه 1900 1811، الكلام ده مش هيحصل يا جماعه. لا، احنا بنفهم التواريخ عشان ترتيب الاحداث. في بدايتنا دلوقتي انت بتقول لي لويس ال14 ملك فرنسا، الكلام ده سنه 1672، ده في القرن ال17. هتقول لي انا عايز افهم بقى ايش عرفك انت ان كلمه القرن ال17 دي؟ بص يا رجاله، بطريقه سهله، اي تاريخ في العصر الحديث بيتكون من 4 ارقام. هو بيقول لي 1672 في رقمين شمال ورقمين يمين. احنا في الاول عشان اعرف القرن العب على الرقمين الشمال بطريقه سهله خالص. احنا دلوقتي 16 صح؟ بنقول 1672، هزود 1 على 16 يبقى القرن ال17. دايما بتزود 1 على الرقمين الشمال، حاجه 1800 يبقى 19، 600 17 بنزود 1. طب واليمين ده فايدته ايه؟ الرقمين اليمين بيعرفونا النص الاول ولا النص الثاني. من 1 ل 49 ده اسمه النص الاول من القرن. من 50 ل 99 اسمه النص الثاني. هو بيقول 1672 خلاص خلصنا منها ال17. نفهم الثانيه ازاي؟ نفهم الثانيه انها في النص الثاني من القرن ال17. ايش عرفني؟ لانه 1672 عدينا رقم ال50، يبقى النص الاول بيبقى من 1 ل 49، النص الثاني من 50 ل 99. ولذلك مثلا كلنا احنا حافظين تاريخ مصر انتصرت على العدو الاسرائيلي 1973 في حرب اكتوبر اللي هناخدها في الفصل السابع. 1973 قلنا 900 يبقى القرن ال20، 73 ده النص الثاني. خلاص؟ العقد 10 سنين. العقد بيبدا العقد الاول من القرن تقول لي من 1 ل 10، العقد الثاني من 10 ل 20، العقد الثالث من 20 ل 30، بنزود 1 على العقد على طول. من 1 ل 10 ده اسمه العقد الاول. خلاص؟ احنا بلاش موضوع العقد دلوقتي وربع القرن، احنا خلينا نمشي سنه سنه بالهداوه مع بعض في اول حصه. يبقى لويس ال14 ده في النص الثاني من القرن الكام؟ ال17 1672. مالك يا عم لويس ال14؟ احنا عملنا لك ايه؟ نفسك تحتل مصر ليه؟ قال لي بص انا هحكي لك اللي حصل. راحوا له الوزراء والحكام والناس الحاشيه بتاعته، قالوا له بص يا لويس ال14 احنا في مشكله كبيره مع هولندا. طب ومصر مالها يا جماعه؟ قالوا لا، ما هولندا دي متفوق علينا اقتصاديا في اوروبا في البضاعه، فبتاخد بضاعتها من اوروبا تروح لفين؟ لاسيا. خريطه كروكي كده بسيطه، يعني هي بتيجي من اوروبا تروح لاسيا. هنا لازم هولندا وهي بتعدي هتعدي على الدنيا مين؟ مصر. يبقى هي راجعه هترجع على مصر. ففرنسا حاسه ان هولندا متفوق عليها اقتصاديا، فعايزه تضرب التجاره الهولنديه. ففكر لويس ال14 بضرب التجاره الهولنديه عن طريق مين؟ مصر. يبقى لويس ال14 عامل مشاكل
فرنسا عامله مشاكل ايامه مع هولندا، وهولندا متفوق عليها اقتصاديا وبينهم صراع اقتصادي. فيقعد الافان قال بس انا افكر احتل مين؟ مصر. مصر دي مول وسنتر في النص، وهي جايين بالتجاره بتاع خبرهم. دي محاوله فكر فيها وما نجحتش. يبقى لويس ال14 اللي ضرب التجاره الهولنديه. احنا نفهم من هنا، هيجي بقى في النظام الجديد يقول لك تعالى بطل هو حتتين بما تفسر والكلام ده يا بابا. لا، بيجي يقول لك طيب هي محاوله لويس ال14 لها وسيله ايه واغراض ايه؟ طبعا هو راجل ليه وسيلته انه راح يحتل. الاحتلال ده بقى اطبطب عليك؟ لا، الاحتلال ده ان انا اخد جيش وحمله واروح لك. يبقى دي اسمها وسيله عسكريه، ضربه قوه بالدراع. بينما الغرض منها غرض اقتصادي، لانه راح يضرب تجاره، واحنا متفقين زراعه صناعه تجاره حاجه بتجيب فلوس يبقى اقتصادي. صعبه دي؟ يبقى عم لويس ال14 احنا عملناك حاجه؟ قال لي لا انا بفكر عشان اضرب هولندا. ماشي. جه بعد لويس ال14 المحاوله الثانيه يا شباب، لويس ال15. ده بقى كان عايز يحتل مصر من امتى؟ من 1715 هو مسك الحكم ل 1774. هو حاول ياخد مصر سنة 1769. بس لويس ال15 ده روش شوية. ده قال لك انا وسيلة بدماغي انا. مالك يا لويس ال15؟ قال انا مش بتاع ضرب وحملات، انا كله بالحنية. يعني تعمل ايه يا لويس ال15؟ اتصل بالسلطان العثماني. مساء الخير يا انكل. قال له ازيك السوس وازيك يا لويس يا حبيبي، عايز ايه؟ قال له ممكن تسيب لي مصر كله بالحنيه، تسيب لي مصر سلما. كان عايز ياخد مصر من الدوله العثمانيه. في مشكله عند لويس ال15، هو لم يقرا التاريخ. ليه؟ في الوقت ده هو طلع عبيط شويه. ليه يا شباب؟ لان مصر في الوقت ده كان علي بيك الكبير، الكلام ده هناخده بعدين، كان انفصل عن الدوله العثمانيه بمصر، فمصر ما كانتش خاضعه للسلطان العثماني. فهو محاولة فكر فيها بس ما قرأش التاريخ جيدا. بس هو له غرض اقتصادي، مصر لها أهمية اقتصادية ووسيلة دبلوماسية، كله بالحنية. بس ده يختلف عن ده في ايه؟ في لويس ال14 في الوسيلة الغرض واحد، لكن في حتة مهمة، ده في القرن ال17، ده 1769، يبقى النص الثاني من القرن ال18 زي ما احنا متفقين. بزود على طول على ال17 واحد يبقى 18، وده 69 يعني بعد ال50 يبقى النص الثاني. تمام؟ يبقى لويس ال15 كله بالحنيه. ماشي يا عم لويس ال15 دي محاوله. تمام؟ طبعا السلطان العثماني مش في ايديه. قال له قال له خد قشر دي واوعى البذر. ما رضاش طبعا، دي محاوله فاشله. جه بعد كده لويس ال16. ده هيحاول يحتل مصر من امتى بقى؟ الفترة الزمنية اللي هو حكم فيها من 1774 ل 1793. ده برضو في النص الثاني من القرن ال18، يعني يتشابه مع محاولة لويس ال15 في نفس القرن. بس لويس ال16 بقى، انت عايز مصر؟ لا عملنا لك يا عم لويس. قال له بص، اصل انا ليا غرض اقتصادي ووسيلتي ان انا اخد حمله واحتل مصر. طب ايه غرضك الاقتصادي؟ قال لي انا اصل انا نفسي أأمن تجاره فرنسا وسهل التجاره الفرنسيه. انا نفسي في تسهيل تجارتها. تسهلها ازاي؟ قال عايز اسهلها من طريق احتلال مصر بدلا من الدوران حول افريقيا. كانوا اكتشفوا طريق اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. كانوا زمان التجاره بتعدي من مصر، جم الاسبان والبرتغاليين بدل ما يجوا من مصر قالوا نلف حوالين افريقيا، نيجي من هنا من اوروبا نطلع على اسيا، ما نمرش على مصر، ناخد جنوب افريقيا من تحت. يبقى ده اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. فلويس ال16 قال والله انا محاولتي دي نفسي اخد مصر عشان ليه غرض اقتصادي، ان انا اسهل التجاره الفرنسيه بدلا من الدوران حول افريقيا. انا اللي يمرني وامر حوالين افريقيا، ما انا اروح اخد الدنيا واسهل تجارتي، لان الطريق ده طويل وصعب وفيه مخاطر، لكن طريق مصر اسهل لي.
دي محاولة لويس مين؟ ال 16. يبقى أنا كام محاولة لغاية دلوقتي؟ 3. خد يا 14 عايز لا؟ قال أنا رايح أضرب التجارة الهولندية. 15 السلطان يسيبها لي. ال 16 أنا رايح أسهل التجارة. أما المحاولة الرابعة بقى اللي هي فكروا ونجحوا فيها، الحملة الفرنسية بعد قيام ثورة تدعى 1789 اللي هي يا شباب الثورة الفرنسية. فالمحاولة الرابعة هتجينا ليه بقى؟ بعد قيام ثورة اسمها الثورة الفرنسية، وهنعرف قصتها ايه وحكايتها مع بعض ايه. طيب نلخص اللي قلناه كده بطريقة مبسطة. احنا كام محاولة؟ هتقول لي هم 4 محاولات، 3 منهم تفكير محاولات وتتجدد الفكرة. المحاولة اللي اتنفذت الحملة. طيب لويس ال 14 انت عايز ايه؟ قال اضرب التجارة الهولندية. يبقى انت لك غرض اقتصادي وسيلة عسكرية. 15 السلطان يسيبها لي سلما كله بالحنية بطريقة دبلوماسية وغرض اقتصادي. لويس ال 16 وسيلة زي ال 14 بالظبط، له وسيلة عسكرية والغرض اقتصادي. يبقى المحاولة الأولى اتشبهت مع الثالثة. طب تمام. أما الحملة الفرنسية دي هتيجي بعد ثورة اسمها الثورة مين؟ الفرنسية 1789. طب وأنت يا فرنسا بعد الثورة دي جاية لنا ليه؟ قال أنا جاية أأمن تجارة فرنسا من خطر دولة المماليك الذين يفرضون علينا الضرائب، ومش هقدر أعدي من طريق رأس الرجاء الصالح اللي مسيطر عليه يا شباب مين؟ إنجلترا. ومن هنا هنبدأ قصة الثورة الفرنسية وقصتها إيه؟ تمام. طيب قبل ما نقول للثورة، انت عندك كم محاولة في العصر الحديث؟ 4. تمام. 3 متشابهين، اول والثالثة والرابعة في الاغراض الاقتصادية، وده ليه وسيلة عسكرية ودي وسيلة عسكرية ودي وسيلة عسكرية. الشاذ فيهم الوحيد اللي بره اللعبة لويس ال 15 هو له غرض اقتصادي. يبقى المحاولات كلها متشابهة في الأغراض الاقتصادية، والوحيد اللي كان عايز مصر بالحنية والدبلوماسية الوسيلة بتاع لويس مين؟ ال 15. تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا كم محاولة؟ 4. ممكن أنا وأنتوا بقى دايما احنا في التاريخ ايه بناخد علامات مع بعض نفهم بعض بيها بسهولة خالص. هما كم محاولة؟ هقول 4. نذاكرهم ازاي؟ نقول له واحدة هولندية والتانية عثمانية والتالتة تجارية الرابعة فرنسية موقع مصر مهلبية. احنا عندنا 4 محاولات: هولندية، عثمانية، تجارية، فرنسية، موقع مصر متميز. دايما مصر موقعها سرعان عليه. خلاص؟ طيب ننقل بقى يا شباب بعد ما عرفنا ال4 محاولات دي، هنتنقل انا وانتوا بقى لقصة جديدة معانا. انت بتقول لي يا مستر لو سمحت الحملة دي هتجينا بعد الثورة الفرنسية، ايه قصة معانا الثورة الفرنسية دي يا شباب؟ تمام؟ طيب هناخد حاجة اسمها الثورة الفرنسية 14 يوليو 1789. وايه علاقة الثورة دي بإرسال الحملة لمصر؟ بصوا يا شباب، احنا الشعب الفرنسي صبح من النوم كده يوم 14 يوليو 1789 لقوا الدنيا هاجة. الله حاصل؟ قالوا اسكت، مش في ثورة في فرنسا؟ لا، قالوا اصل حاكم فرنسا ده كان اسمه لويس ال 16. ده راجل ظالم ومستبد والمجتمع الفرنسي زعلان منه. يا فرنسيين انتوا زعلانين ليه من لويس ال 16؟ قالوا بص يا باشا، احنا دلوقتي احنا طبقه وسطى هنتلم مع الطبقه العامه. الطبقه الوسطى دي اسمها الطبقه البرجوازيه، اللي هم الصناع والتجار والحرفيين، اتلموا مع الناس الغلابه عامه الشعب، وقالوا احنا والله زعلانين من لويس ال 16 لان في ظلم من طبقه الحكام اسمها طبقه الارستقراط اللي منهم لويس ال 16. مفيش عداله اجتماعيه وفي ظلم واستبداد، فاحنا هنتحالف كطبقه وسطى مع العامه وهنقوم بثوره ضد لويس ال 16 اللي هو ملك مين؟ فرنسا. هوب راحوا قابضين عليه وقدموه للمحكمه لعلمك، واعدم لويس ال 16 سنه 1793. المشكله في ايه بقى؟ ان لما قامت الثوره دي، اول طبيعه للثوره دي ملامحها انها ثوره اجتماعيه. راحوا الثوار عملوا ايه؟ اول حاجه عملوها في فرنسا راحوا الغوا النظام الملكي.
وأعلنوا قيام الجمهورية الفرنسية. أول حاجة يا شباب إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية. ماشي. 2، انتوا عارفين طبعا الفرق بين الملكية والجمهورية. الملكية الحاكم بيتورث، الجمهورية الحاكم بننتخبه. الفرق بين مصر والسعودية، السعودية المملكة العربية السعودية حاكمها ملكي آل سعود، بينما مصر احنا بننتخب الحاكم لأننا حكمنا جمهوري. ففرنسا راحوا عاملين ايه؟ ألغوا الملكية، إعلان النظام الجمهوري. طب كويس. وانهار النظام الإقطاعي. يعني ايه انهار الإقطاع؟ ايه الإقطاع ده؟ جاء من كلمة اقتطاع. الناس الأغنياء كانوا بيقتطعوا مساحات كبيرة من الأرض، البشوات بتوع زمان اللي عندهم عزب، الناس اللي كانت بتركب الكاريتا، اللي هم الناس اللي عندهم آلاف الأفدنة وأراضي كتيرة، ضياح هناك، أراضي واسعة، إقطاعيات كبيرة. ففرنسا ألغت الإقطاع. يبقى الثورة الفرنسية عملت تعديل اجتماعي. 1، ألغت النظام الإقطاعي. تعديل سياسي، ألغوا النظام الملكي وأعلنوا الجمهورية وأعدموا لويس ال16. طب في مشكلة هنا يا شباب، مشكلة كبيرة. إيه هي بقى؟ ملوك أوروبا اللي جنب فرنسا، إنجلترا على إيطاليا بلجيكا ألمانيا هولندا، حكمهم زي مين؟ فرنسا كان حكمهم ملكي. قالوا الله يا مرك يا مهجة يا مرك، مالكم؟ قالوا بص، لحسن الشعب بتاعنا يجلد الشعب الفرنسي. طب ولو جلد الشعب الفرنسي هيحصل ايه؟ قالوا ده يمسكوا حيلة ام الملك يعدموه ولا ايه؟ فكل ملوك اوروبا كل واحد خاف على عرش عروشهم، يعني كراسي الحكم، كل واحد عايز يحافظ على كرسيه، عايز يورث لعياله. فقالوا نعمل ايه بقى ضد فرنسا دي؟ قالوا بس فرنسا دي دولة هتجيبوه لنا محنجل ومحنجل لغاية عندنا. طب نعمل معاهم ايه؟ قالوا بس احنا نعمل تحالف ضد الثورة خوفا من تسرب آراء ومبادئ الثورة الفرنسية. احنا خايفين لحسن مبادئ الثورة دي يا أستاذ تجينا لغاية عندنا، فاحنا نعمل تحالف ضد مين؟ ضد الثورة. ملوك أوروبا يتحالفوا خايفين من تسرب الآراء. انتوا عارفين ان الثورة دايما بتبقى زي النار في الهشيم، بتنتقل من بلد لبلد. فملوك أوروبا اللي جنب فرنسا قالوا لا احنا نعمل تحالف عصابة ضد فرنسا. فرنسا مش هتسكت، عايزة تنجل مبادئهم. هم دوكم عايزين يحافظوا على عروشهم ويرجعوا الملكية لفرنسا. فرنسا راحت محاربة الحلف. بيقول لك فرنسا مسكت إيطاليا بلجيكا ألمانيا، الدول اللي حواليها طخطختهم مش طحنتهم. حققت انتصارات رائعة على أعداء الثورة، كسبت الكل إلا أقوى دولة ضدها في التحالف مين؟ إنجلترا. فرنسا خلصت على الحلف، كل ما تروح ناحية إنجلترا وتخش عليها الأسطول الإنجليزي يروح طالع لها بحر المانش، يروح طالع لك إيه؟ تروح فرنسا لف وارجع تاني. ليه؟ فرنسا ضربت الحلف كله ما عدا إنجلترا. نلاحظ حاجة، إن فرنسا كده جيشها البري قوي. انتصار فرنسا على أعضاء الحلف يؤكد مدى قوة الجيش الفرنسي الإيه؟ بري. بس هي كل ما تروح لإنجلترا، إنجلترا عندها أقوى أسطول في العالم حتى وقتنا هذا، فهي تبص على الأسطول الإنجليزي لف وارجع تاني. مش قادرة تضرب إنجلترا لعاملين. الأولاني قوة الأسطول الإنجليزي، إنجلترا متفوق عليها بحريا، عندها أقوى أسطول في العالم، وهذا يؤكد تفوق إنجلترا في صناعة الأسطول. 2، إيه كمان تاني؟ قال لي مش المشكلة مش دي بس، إنجلترا موقعها البحر المتميز. إنجلترا موجودة في أوروبا في بحر اسمه بحر المانش، فمتحصنة في موقعها الجغرافي. ففرنسا يحاول اللي مش جادها، ففرنسا قالت بس بص بقى، أنا أساسا متضايقة من إنجلترا وبيني وبينها صراع استعماري من أيام القرن ال17 واتجدد في القرن ال18. يا فرنسا ايه موضوع الصراع الاستعماري بينك وبين انجلترا؟ قالت له بص، كلمه مستعمرات، دول كبيره تروح تحتل دوله صغيره عشان ايه؟ تاخد خيرها تنهبها. فالدول دي ليه؟ لان الدول دي في الوقت ده وخاصه انجلترا كان فيها ثوره اسمها الثوره الصناعيه، بدات بانجلترا. فالدول الاوروبيه يعني ايه ثوره صناعيه؟ عشان ما نتنقلش من النقطه دي،
حلت الآلة محل الإنسان في العمل. بدل ما كنت بشتغل بدراعي بدأت أشتغل بالمكن والمعدات، فالإنتاج كتر. فالدول الأوروبية اللي عندها ثورة في الصناعة عايزة مواد خام، فالمواد الخام دي موجودة في بلاد الشرق، فنبدأ ناخد المواد الخام. زي مثلا انجلترا بعد كده تفكر في مصر عشان القطن، تاخد منك القطن وتصنعه ملابس وتبيعوه لك. فملوك اوروبا من زمان، الدول الاوروبيه وخاصه اكبر دولتين في الوقت ده في الاقتصاد انجلترا وفرنسا، بيتصارعوا على المستعمرات، عايزين مواد خام من الشرق يصنعوها ويبيعوها تاني. ففي صراع استعماري ممتد من القرن ال17 وطوال القرن ال18. الاستعمار ده، الصراع ده بقى زاد بعد قيام الثوره مين؟ الفرنسيه. ففرنسا قالت بص بقى، انا كده اساسا مش قد انجلترا في عقر دارها، اعمل ايه مع الانجليز؟ قالوا بس ده انا اروح الدنيا، اروح مصر واضرب 3 عصفورات بحجر واحد. اول حاجه هعمل انا لما اجي الخص مع بعض كده ونقول ما اسباب مجيء الحمله الفرنسيه على مصر. سيبك بقى من الكلام بتاع زمان بتاع اعدادي، الهدف لا، انا بفهمه الاول استوعبه. فرنسا تيجي تضرب 3 عصفورات بحجر واحد. الاولاني هتحقق هدف استعماري وهدف عسكري وهدف اقتصادي. طب إيه على مالك يا فرنسا؟ ايه الهدف الاستعماري اللي انت عايزاه؟ قالت ما انت عارف انا مش قد انجلترا في عقر دارها. الهدف الاستعماري، ايه هدفك الاستعماري يا فرنسا؟ قالت ما انت عارف انا مش قد انجلترا في عقر دارها، هروح احتل مصر، لما اخد مصر هضرب اقوى مستعمرات انجلترا في الهند. انجلترا رايحه جايه على الهند، فانا كلمه الكتاب تقويض، كلمه تقويض يعني هدم المستعمرات الانجليزيه في الهند. انا رايح على هدف استعماري ان انا اضرب مستعمرات انجلترا وتقويضها في الهند، ماشي. طب وهدفك العسكري؟ ان انا اضرب انجلترا في مكان تاني، ما انا مش جاده في عقر دارها عشان اسطولها، فاحتل مصر واضربها عن طريق مصر. طب والهدف الاقتصادي ايه بقى؟ قالت انا جايه أأمن، فاكر لويس ال16 كان جاي يسهل التجاره، دي بقى فرنسا جايه تؤمن التجاره الفرنسيه من خطر دوله المماليك، بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح اللي مسيطر عليه انجلترا. فاكرين يا شباب الخريطه البسيطه الكروكي دي؟ مش انا قلت لك اوروبا بتيجي من اوروبا تروح اسيا، ومن اسيا تروح اوروبا، لازم يعدوا على الدنيا مين؟ مصر. مصر في الوقت ده كان مسيطر فعليا على التجاره وطرق التجاره دوله اسمها دوله المماليك. المماليك كان اللي يعدي ياخدوا منه ضرايب كده، عد جوط فلوس، ماشي، يشولت فلوس وعديني يا معلم. فطبعا ضرائب باهظه. وطريق رأس الرجاء الصالح لما اكتشفوه الاسبان والبرتغاليين، مين مسيطر عليه؟ اقوى اسطول في العالم. الاسطول مين؟ الانجليزي. يبقى فرنسا اللي عارفه تعدي من مصر المماليك، واللي عارفه تعدي من طريق رأس الرجاء الصالح الانجليز مسيطرين عليه. طب هي مش قد انجلترا، هتروح لانجلترا عند طريق رأس الرجاء الصالح، الاسطول الانجليزي يطلع لف وارجع تاني. قالت بس ده انا اروح مصر لايضا غرض اقتصادي. ايه هو؟ أأمن تجارتي من المماليك بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح اللي مسيطر عليه مين؟ الإنجليز. ويبقى أنا كده كمان حققت الهدف بتاعي، الهدف الاقتصادي. يبقى فرنسا هتيجي مصر ل3 أسباب: استعماري، عسكري، اقتصادي. فالموضوع اختمر، وبدأت فرنسا بعد الثورة الفرنسية لازم تيجي فين؟ مصر، عشان تحقق أغراضها العسكرية، الاستعمارية، الاقتصادية. طب تمام، اللي أنا شرحه ده يا رجال اللي بيحصل فين؟ في فرنسا ولا في مصر؟ هتقول لي لا يا مستر، ده اللي بيحصل في فرنسا. أصل إحنا عاملين زي إيه بابا؟ عصابة بتخطط تروح تسرق بنك. فبيجيب لك في الأول العصابة دي بتفكر ليه؟ وبتعمل إيه؟ وبتخطط إزاي؟ والبنك هيتسرق ليه؟ الامن هناك مش قوي، الناس هناك مش مهتمه بالحراسه. فبيبدا يجيب لك الفرق في الافلام الاجنبيه دايما بين في عصابه بتفكر تروح لبنك، فدي هتسرق ليه وده هيتسرق ليه. احنا عاملين زي الفيلم فرنسا، وراك اللي بيحصل في فرنسا، ثوره فرنسيه والدنيا هايجه ومحاولات، وفكر يجوا مصر. طب يا ربي البنك هيتسرق ليه؟
مصر فيها ايه؟ يبقى راح ناجي نفسه الى في الفصل الاولاني لمين يا رجاله؟ الى اوضاع مصر قبل مجيء الحمله الفرنسيه. يبقى هو وراك اللي بيحصل فين؟ في اوروبا، في فرنسا. لازم اوريك اللي بيحصل فين؟ في مصر. يبقى انا الجزء الثاني هنا هنتقل لايه؟ اوضاع مصر تحت حكم العثماني قبل مجيء الحملة الفرنسية. العنوان احنا متفقين دايما نمسك العنوان نفسره مع بعض. انت بتقول لي ايه؟ اقول لك اوضاع مصر تحت حكم العثماني، تقول لي بس ثواني، مش احنا من شويه انت كنت بتقول لي دوله المماليك؟ لا، الكلام ده واخده في اعدادي. احنا كنا واقعين تحت حكم اسمه حكم دوله المماليك. تمام؟ المماليك دول جو من العثمانيين سنه 1517 بعد موقعه في التاريخ اسمها موقعه الريدانيه. كانوا خدوا حكم مصر والشام من المماليك. الشام 1516 اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين والاردن. ماشي؟ كان قضى على سلطان مملوكي اسمه قنصل غوري. بعد ما خدوا 16 الشام دخلوا على مصر، كان حاكمنا طومان يلا باي. لما خدوه شنبوه على باب زويله سنه 1517، فاصبحت مصر في النصف الاول من القرن ال16 تحت سيطره حكم جديد اسمه الحكم مين؟ العثماني. يبقى فرنسا وهي جايه مصر، اساسا مصر كانت واقعه تحت دوله اسمها الدوله العثمانيه. فانا هوريك بقى اوضاع مصر ايام الدوله مين؟ العثمانيه. يعني انا لما اجي اقول لك قبل مجيء الحمله احنا تحت سيطره الدوله العثمانيه، دي اتفهمت دلوقتي. هتديني الاوضاع من الناحيه واحد الاقتصاديه، الاوضاع من الناحيه الاجتماعيه، من الناحيه السياسيه. خلاص يا بابا؟ يعني احنا هناخد اوضاع مصر اقتصادي اجتماعي سياسي في ظل الحكم مين؟ العثماني، اي قبل مجيء الحمله الفرنسيه. طيب واحد يسالني هنا مصر هو احنا لازم تدوشوا لما تجيب بقى بلبل والحمله وبتاع؟ لا، انا لازم اوريك فرنسا احوالها ايه؟ لازم اوريك اللي بيحصل في مصر ايه؟ هتقولي طب هو من الضروري ان احنا ندرس اللي بيحصل في مصر قبل الحمله؟ طب وهستفيد من كده ايه؟ واحد، اعرف الفرق بين احوال المجتمعين. المجتمع الغربي متمثلا في فرنسا والشرقي مصر، يبقى اعرف احوال المجتمعين. اتنين يا اخوانا، التاريخ تطور احداث، نعرف تطور الاحداث، ايه اللي خلى فرنسا بتفكر فينا وهتحتل مصر ليه، ومصر دي عايشه ازاي وهنقاومها ازاي. يبقى كان من الضروري ان انا اعرف اوضاع مصر قبل مجيء الحمله، نعرف الفرق بين احوال المجتمعين، تطور الاحداث، اسباب الهزيمه واسباب الثوره والمقاومه حتى رحيل الحمله. ما انا هعرف الكلام ده منين؟ ما انا النهارده يا اخوانا مثلا انا بحلل مباريات، فدايما نيجي في ماتشات المنتخب بتاعنا بنجيب لعيب معتزل. مصر هتلاعب المغرب، فنجيب لعيب معتزل من مصر ولعيب معتزل من المغرب، ده بيشرح لنا خطه مصر وده بيشرح لنا فريق المغرب، عشان المشاهد يعرف الفرق بين الفرقتين. فانا ما اقدرش اخش على الحمله على طول، لازم اوريك انا عايش ازاي ايام الدوله مين؟ العثمانيه. هبدا بقى يا شباب بمين؟ بالاحوال الاقتصاديه. طبعا الاحوال الاقتصاديه من الدوله مين؟ العثمانيه قبل مجيء الحمله. هتسالني انت سؤال، احنا متفقين على الاقتصاد توتو على كبوتو، ماني فلوس. انت هتديني الزراعه والتجاره والصناعه ايام الحكم مين؟ العثماني، اي قبل مجيء الحمله. يا ترى اقتصاد مصر، احنا عايزين عارفين بقى اوروبا فيها ثوره صناعيه وقصه وهيلمان، عايز اعرف يا ترى مصر قوتها ايه واحوالها ايه. طبعا الزراعه والصناعه والتجاره دي هتمشي معانا في المنهج كتير جدا، وده بس ايه؟ سابق لاوانه. بس هنبدا كل حصه كده نلخصها ونفهمها. امسك في الاول مين؟ الزراعه ايام الدوله العثمانيه. يا ترى متقدم وتدهور؟ انت اللي هتقول لي، انا هشرح قصه وانت اللي هتحكي لي. اول ما مصر العثمانيين احتلونا، السلطان العثماني قال بقول لكم ايه بالنسبه للزراعه؟ يا عم السلطان عايز ايه؟ قال الارض دي ملكي انا. يغلبك. واحنا مصريين قال لا، انتوا زرعوها بحق اسمه حق الانتفاع. يعني قالوا انتوا تأجروها مني. اي نزرعها دون ملكيتها، يعني الارض دي زي الفرعون زمان، الارض دي ملكي وانت تأجرها. ماشي،
هل ملكيه الانتفاع تخليني انتمي للزراعه انا كفلاح؟ هتقول لا، حق الانتفاع، انا بزرع ارض مش ارضي. يعني انا لو ابوك عنده ارض ملك زي ارض مستاجرها، لا، دايما الملك غير الايجار. فالفلاح المنتفع ده مش ارضه في النهايه، يهتم ليه؟ طب ماشي. اتنين، يعني في النهايه الملكيه ملك السلطان. اتنين، طب هتاخد مننا الضريبه بتاع الانتفاع واحنا ندفع لك الضريبه ازاي؟ قال والله انا مش هلمها منكم هنا، ده بياخدها منكم واحد اسمه الملتزم، نظام اسمه الالتزام، حتى من اسمه كده. ايه بقى نظام الالتزام؟ واحد بيتعهد انه يدفع للسلطان العثماني الضريبه مقدما في حاله لوكشه واحده مره واحده كده. يقول له سلطان عثماني مثلا الجيزه والقرى اللي حواليها بتدفع ضرائب كام؟ 100,000، خد ال 100,000 مقدم واديني صك الالتزام الم انا الضريبه دي. ماشي، السلطان ياخدهم بقى مره واحده لوكشه واحده، والتاني ياخد صك الالتزام. دفع للسلطان كام؟ 100. الملتزم ده هيلم ال 100؟ لا طبعا، يروح ملم من الفلاحين في الجيزه والقرى اللي حواليها ال 100 300، بيروح واخد ضريبه مضاعفه الاضعاف، بيفرض اتوات على الفلاح بره الضريبه. يبقى الفلاح كده بيعاني من قسوه الملتزمين. وتفتكر الملتزم ده كان جبار، كان شخصيه بقى من الكبار الاعيان والظباط ورجال الحمايه، ناس ضلعه في البلد، يروحوا عافيه ماشي، يروحوا لمين الضريبه دي بالقوه مضاعفه الارض. يعني الفلاح بيعاني ان ملكيه الانتفاع مش هيهتم بالزراعه كده، مش ارض مش ملكه، وبيدفع اتوات خارج الضريبه للملتزم. طب والملتزم بيستفيد حاجه واحده؟ قال لي لا، ده بيستفيد يلم الضريبه مضاعفه الاضعاف، وبياخد قطعه ارض كادو هديه من عم السلطان اسمها الوسيه، قطعه ارض معفاه من الضرائب. الله، يبقى الملتزم طلع واكل نازل واكل، واخد حق. اول حاجه يلم الضريبه ويفرض اتوات، واخد قطعه ارض اسمها الوسيه. يبقى دي تاني نوع ملكيه مصر عرفت ولا لا؟ عرفت حق الانتفاع وعرفت الوسيه، بس ما بيدفعش عنها ضرائب. طب ماشي، يبقى الالتزام وحق الانتفاع الدوله العثمانيه كده اساسا يعني بتجبر الفلاح وبتظلمه. طب يا دوله انت بتهتمي، قالت وانا كدوله عثمانيه مكبر دماغي، لا اهتمت بشؤون الري ولا حفر الترع ولا السدود ولا الخزانات لاتقاء شر الفيضانات، يعني اهملت شؤون الري ومفيش امن. الفلاح هيلاقيها من مين؟ من الانتفاع ولا الالتزام ولا السلطان والدوله العثمانيه؟ فالفلاح كده اهمل الزراعه، لا ملكيه نافعه ولا ضريبه شافعه ولا دوله بتأدي دورها. يبقى الفلاح كده اهملت الزراعه وتدهورت. وجعت ولا لا؟ وجعت. طيب الصناعه، طبعا احنا لسه جايين من شويه اوروبا فيها ثوره صناعيه. يا مستر الثوره، قلنا حلت المكن محل الدراع، محل الايدين في العمل. الانتاج هناك ايه بقى؟ بالمليارات والملايين، الانتاج كتر، وهم صناعات ايه متطوره، وبيدوروا على اسواق يصرفوا فيها المنتجات وياخدوا منها المواد الخام. اوروبا ايه بقى؟ الدنيا هايجه صناعيا هناك. طب الدوله العثمانيه، للاسف ان الدوله العثمانيه اهملت الصناعه. ازاي؟ استمرت في مصر ايام العثمانيين الصناعه بالدراع، يعني صناعه يدويه بدائيه لا ترقى الى التطور الموجود في اوروبا. طب ماشي، يعني الدوله الثانيه مكبره دماغها والصناعه لسه يدويه، بنشتغل بدراعنا. اتنين، في نظام اسمه نظام الطوائف الحرفيه بيتحكم في الصنعه. ايه نظام الطوائف؟ يعني ايه؟ قال لك بص، النجاشين السباكين الحدادين كل صنعه ليها شيخ طائفه. شيخ الطائفه ده بقى بيعمل ايه؟ بيقوم بنفس دور الملتزم. اذا كان الملتزم ظالم الفلاح، فشيخ الطائفه ده المفروض جاي يهتم بشؤون الصناع. للاسف كان بالعكس. تعرف بدا يعمل ايه يا شباب؟ بدا همزه الوصل بين الدوله والصناع، بياخد الضريبه من الصناعيه يديها للسلطان. نفس دور مالي اهو، متشابهين، اوجه الشبه. خلاص، وده كله هندوس فيه في الاسئله، وهنعرف النظام الجديد الاسئله بتيجي ازاي بهدوء كده. هتقول لي يعني شيخ الطائفه بيفرض برضه ضريبه على ما هو همزه الوصل زي الملتزم.
اتنين، وده الاهم يا ابني، ان الجماعه الشيخ الطائفي ده كان بيشرف على الانتاج. يعني ما تقدرش تعمل اي منتج الا باشراف شيخ الطائفه، وهو بيشرف ويفرض عليك الضريبه. يبقى اقدر اقول ان الصناعه اتدهورت عشان كلمتين ايام الدوله العثمانيه. اجي اقول لك ما اسباب تدهور الصناعه؟ قول لي صناعه بدائيه، طوائف حرفيه. صناعه بدائيه، طوائف حرفيه، تدهورت الصناعه. هتقول لي طب يمكن التجاره يا استاذنا فيها الحل. قال لك التجاره احنا عندنا نوعين، في تجاره داخليه وتجاره خارجيه. طبعا عيب التجاره الداخليه بتحصل جوه البلد، الخارجيه بره حدودنا. بص بابا لازم تفهم الالفاظ دي. التجاره المحليه اللي بتتم جوه البلد، محلي داخل البلد. التجاره الدوليه التي تخرج بره حدود البلد بنسميها تجاره اقليميه. خلاص؟ حلو. احنا عايزين نعرف بقى التجاره اللي جوه وبره، اللي بيحصل جوه اللي بيحصل بره. في التجاره ايام الحكم العثماني يمكن التجاره حلوه شويه. قال لك للاسف امسك الاول التجاره الداخليه. تدهورت التجاره الداخليه قبل مجيء الحمله اللي احنا متفقين ايام الدوله العثمانيه. ليه؟ واحد، الكتاب كاتب ايه؟ اسباب تدهور التجاره الداخليه. واحد، اضطراب الامن. طبعا انتوا عارفين يا اخوانا اي تجاره، اي تاجره في اي بلد، في قريه، في عزبه، في محافظه، في مدينه، عايزه امن. انا بعمل تجاره، الحراميه جلبوني بالليل، اجيب ذره في المحل واروح. يبقى اول حاجه ان مفيش امن. اتنين، ايه كمان تاني؟ النزاع بين الفرق العسكريه. الدوله العثمانيه للاسف في نزاع بين الفرق العسكريه، الوالي والديوان، في اضطراب. ثلاثه، مهمه جدا دي، الغارات المتلاحقه للبدو، بدو الصحراء. كان زمان البدو اللي طبيعتهم متنقله وعيشتهم كانت صعبه في الصحراء، كانوا بيعملوا شغل 7 الليل زمان، وده مش شرقاوي، بيروحوا داخلين ايه؟ بغارات متلاحقه على الجماعه البدو، يقوموا ايه؟ يسرقوا زي القوافل كده، يطلعوا على التجار ويخش المحلات ويبداوا يجلبوا التجار، فكان لهم دور سلبي شويه. طيب يبقى الامن مضطرب، في غارات، بدء نزاع بين الفرق. 4، عدم ثبات قيمة العملة. عدم ثبات قيمة العملة. تعرفين يا جماعة العملة زي الأيام دي، العملة مش ثابتة، كل شوية سعر الجنيه متغير، تعويم مش التعويم، الجنيه إني أغرق تحت الماء، الجنيه فطس قدام الدولار الأخضراني. كان بالدولة العثمانية كل شوية العملة قيمتها مش ثابتة، والعملة لما تبقى قيمتها مش ثابتة ده بيأثر على وضع التجار في الداخل، لأن الاقتصاد مش ثابت. كمان عدم ثبات قيمة المكاييل والموازين. انت عارف يا بابا انا بشتري بالكيلو، بنزل ابيع بالكيلو خلاص، لكن ما ينفعش واحد بيبيع بالكيلو والتاني بالرطل والتالت بالجدح والتالت بالصاغ، الميزان مختلف، فاختلاف الموازين دي بيؤدي الى التجارة توجع. كمان بقى في شيء مهم جدا جدا دهور التجارة الداخلية، وهي حاجة مهمة في التاريخ عندنا اسمها سيطرة الأجانب على التجارة بسبب الامتيازات الأجنبية التي منحها لهم السلطان العثماني. يا جماعة عند حتة الامتيازات الأجنبية دي هنهدى شوية، لأن الامتيازات دي ماشية معايا في التاريخ في ال8 فصول. للأسف الكتاب مش موضحها، بس سايبك أنت من خلال الشرح تفهمها. كلمة امتياز زي كلمة كارت فيزا ميزة. امتياز يعني أنت مميز. إيه قصة الامتياز دي بقى؟ عم السلطان العثماني لما الدولة العثمانية ضعفت قال له بص أنا نفسي أخلي البلد دي فيها استثمارات، أعمل مشاريع والأجانب أشجعهم. طب تشجعهم كيف يا عم السلطان؟ قال له بص أي أجنبي، أي واحد خواجة من أي دولة أوروبية يجي يعمل في أي ولاية ومنها مصر أي مشروعات ما يدفعش ضرائب ويغلبك. يعني إحنا المصريين ندفع ضرائب، التاجر المصري والأجنبي ما يدفعش. قال عشان أنا أشجعهم. طب ما ده هيخلي الأجنبي يسيطر على السوق،
هو مش هيدفع ضرائب وانا ادفع ضرائب، طب ما السلعه بتاعتي هتبقى سعرها اغلى منه، انا مش هعرف اتاجر معاه ولا نفسه في التجاره، فالاجانب كده هيسيطر على التجاره. فللاسف الامتيازات الاجنبيه خلت الاجانب مسيطرين، الى جانب ان الاجانب غير كده ناس منظمه. يعني الاجانب سيطروا على التجاره في الداخل قبل مجيء الحمله بسبب حسن تنظيمهم والامتيازات الاجنبيه. انت عارف ان الاجانب جماعه الخواجات دي ناس منظمين في المعاملات وبيقدروا يديروا التجاره صح، فانت كده التجاره الداخليه بتاعتك وقعت. طب تقدر تلخصهم لنا يا استاذ اسهل من كده؟ بص يا بابا، احنا عندنا 6 عوامل بتذاكرهم ازاي تدهور التجاره. قول له 3 امني، 2 اقتصادي، 1 سلم على الاجنبي. 3 امني، اديني 2 اقتصادي، 1 سلم لي على الاجانب. 3 امني بتاع الامن الغارات والبدو، 2 اقتصادي العمله والميزان، 1 سلم لي على الخواجات، سلم لي على الاجانب الامتيازات الاجنبيه. يبقى 3 امني، 2 اقتصادي، سلم على الاجانب. دي يا باشا الامتيازات الاجنبيه، ما تنساهاش، هتمشي معانا في فصول كتيره اللي السلطان عطاها له. طب يمكن التجاره الخارجيه حلوه، قال لي طلعت انيل من الداخليه. ليه؟ في سبب قال لي المفروض انت يا مستر ما تشرحوش بارد، سيبه علينا احنا من خلال فهمنا. اول سبب وجع التجاره الخارجيه واحنا لسه شارحينها، حركه الكشوف الجغرافيه. اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. انتوا عارفين ده حول التجاره من مصر، للاسف خلى مصر فقدت اموال طائله كانت بتجينا. وانتوا عارفين المماليك كانوا بيفرضوا ضرائب باهظه، كانت مصر لها مصدر من الدخل من طرق التجاره. اكتشاف الطريق ده اثر علينا خلاص. يعني لا قدر الله زي دلوقتي لو اكتشفوا طريق غير قناه السويس، ده احنا نجزجز لب، فاهمني ليه؟ ده احنا نوجع، البلد تضيع. فانت عارف ان اكبر مصدر للدخل القومي عندنا من القناه، ماشي. فالنهارده هم اكتشفوا طريق راس الرجاء الصالح، وجع التجاره الخارجيه، الكشوف الجغرافيه، فمصر بدات توجع. وبدات تجاره مصر تقتصر على مين؟ على حوض البحر المتوسط، اليمن، الاحباش، السودان، الدول اللي حواليك. اصبحت مصر اهي خريطه مبسطه اهي، بدات تعمل ايه يا بابا؟ مصر هنا تتاجر مع اللي جنبها، تجاره اقليميه، خلاك مقتصر مع الاقليم اللي انت عايش فيه. مش تجاره عالميه دوليه. فانا النهارده اكتشاف طريق راس الرجاء الصالح اقتصرك على اليمن والاحباش والسودان وشمال افريقيا وحوض البحر المتوسط، دول ايش ياخد الريح من البلاط، دول واجعه. طب كويس، ايه كمان تاني؟ الهدايا والرشاوى اللي كنا نرسلها للسلطان العثماني، كان دايما الوالي عشان يحتفظ بالولايه يبعت له هناخد الكلام ده هدايا ورشاوى. يبقى للاسف لا تجاره داخليه نافعه ولا خارجيه ولا زراعه ولا صناعه، عن اقتصاد. هو عايز يفهمك ان مصر اقتصاديا ضعيفه. انت هتواجه فرنسا اللي جاب قوه اقتصاديه، ومصر ايام الحكم العثماني دوله ضعيفه اقتصاديا في الزراعه، الصناعه، التجاره. طيب هنخش بقى على الاوضاع الاجتماعيه. المقصود بايه بالاوضاع الاجتماعيه يا بابا؟ هناخد في الاوضاع الاجتماعيه دلوقتي ايه؟ ثانيا الاوضاع الاجتماعيه بتاخد حاجتين في الاوضاع الاجتماعيه اللي هم طبقات المجتمع والتعليم. طب يا ترى يا مستر المجتمع المصري قبل ما نواجه الحمله كان قصته ايه؟ للاسف يا بابا احنا لو رسمنا هرم كده بسيط، المجتمع المصري كان هرمي الشكل. احنا بنقوله هرمي ليه؟ لان الهرم ليه قمه وليه قاع. المجتمع المصري كان طبقي الشكل، بتحكمه طبقه هنا اسمها الحكام، اللي احنا بنسميها الطبقه العليا، اللي هم الاتراك والمماليك، ودول ناس عاشوا في معزل عن الشعب. اكتبي كلمه عزله دي محتاجينها قدام. يعني ناس في حالهم، طبقه ارستقراطيه، جميل راتب في المسلسلات يعني. طب بيركبوا الكاريت. في عندنا هنا طبقه احنا اسمها الطبقه الوسطى من المجتمع المصري، اللي هم العلماء والتجار والمشايخ، ماشي. اما طبقه العامه اللي هم صغار المزارعين للاسف وصغار الفلاحين، الناس البؤساء امين رزق مع الواجعين. يعني المجتمع المصري كان طبقي الشكل، ناس فوق وناس تحت. الطبقه العليا اتراك ومماليك، عزله، هم في حالهم ارستقراط. اما الطبقه احنا كشريحتين، ماشي، تحس ان احنا في موبنيل، شريحه اسمها الطبقه
الوسطى اللي هي العلماء والتجار والمشايخ، بينما العامة صغار الفلاحين الناس الغلابة. يعني احنا مجتمع لا تسوده العدالة الاجتماعية. المجتمع المصري كان مجتمع زي فرنسا لا تسوده العدالة لما قاموا بالثورة ضد لويس مين ال16. تمام يا شباب؟ حلو. دخل بعد كده على مين بقى؟ على التعليم. طب يا ترى التعليم يا مستر كان كويس؟ للأسف الدولة العثمانية أهملت النظام التعليمي. قلت لك احنا كده كده بنهمل كل حاجة، فأهملوا بناء المدارس. انتشرت طبعا، ما فيش مدارس يبقى فيه عبد المجيد اللي بيجيد، الناس اللي بتبصم برجلها ايام الدولة العثمانية. لا، التعليم واجع. إلى جانب كمان التعليم كان مقتصرا فقط على الأزهر الشريف، وكنا بنحفظ المتون أي النصوص القديمة، حتى باب الاجتهاد في الدين أغلقوه. فكانت منتشر التعليم في الكتاتيب والأزهر، والأزهر دوره مقتصر على العلوم الدينية، أهملت العلوم الطبيعية. ماشي. يعني الوضع الاجتماعي كمان مصر وجعة اجتماعية، لا في اقتصاد ولا في مجتمع. طيب الأوضاع بقى مين؟ أخيرا الأوضاع السياسية. احنا متفقين يا جماعة؟ مصر تحت سيطرة دولة اسمها الدولة مين؟ العثمانية 1517. فالسلطان العثماني راح مجسم لما مسك مصر. احنا وقعنا تحت الحكم العثماني بعد موقعة الريدانية. قال أنا مصر دي أنا عاصمتي، العاصمة بتاعت الدولة العثمانية موجودة فين؟ في القسطنطينية في الأستانة. طب أعمل إيه؟ مصر دي ولاية بعيدة عني. قال بس أنا هستحدث نظام جديد لحكم مصر. يعني ايه يا عم السلطان؟ قال هستحدث لمصر نظام اسمه الوالي والديوان والمماليك. الله، انت هتقسم الحكم لثلاث هيئات؟ قال والي، ديوان، مماليك. ماشي. الوالي ده ليه انت هتقسم بين ثلاثه؟ قال عشان يتنافسوا مع بعض وتفضل مصر تابعه، ما حدش يفكر ينفصل بالولايه. الوالي ده جاي من كلمه والي، ينوب عني في الولايه، بينفذ اوامري. بس اهم حاجه مده حكمه من سنه ل3 بس. طب دي مده قليله يا عم السلطان. قال لي عشان ما يستقلش بالولايه. ماشي، وده عيب من عيوبك. الديوان ده جاي من كبار رجال الحمايه والتجار والعلماء والضباط، جاي يساند الوالي في الحكم. بس مشكلة الديوان ممكن يطلب عزل الوالي وبيراقب الوالي، فنشب صراع بين الوالي والديوان، ده تاني عيب. المماليك بقى، هتقول لي ده بس يا استاذ حسين، انت دلوقتي من شوية قلت ان العثمانيين كسبوا المماليك في موقع ده، انت اللي جاي. واصبحت مصر خاضعة لدولة اسمها الدولة العثمانية بعد القضاء على طومان باي 1517. ماشي. يسيبوا المماليك ازاي في الحكم؟ الدولة العثمانية غلطت غلطة عمرها. ليه بقى؟ قالت انا هجيب المماليك عشان استفيد من خبراتهم في شؤون الاقاليم. اصل المماليك دول هجيبهم يحكموا الاقاليم، منيا، بني سويف، المناطق دي. عشان ايه بقى؟ عشان استفيد من خبرتهم. بس الدولة العثمانية غلطت غلطة عمرها. ليه؟ المماليك هيحكم الاقاليم بمثال طاري يا هريدي. تمام؟ لما حكموا الاقاليم المماليك حكموا ازاي بقى؟ قال لك طاري يا هريدي، لابد يوم تترد فيه المظالم. ماشي؟ ازاي بقى؟ الدولة العثمانية انت سايبه المماليك يحكموا الاقاليم عشان تستفيد من خبرتهم، انت بتربى حية ببيتك. لا، المماليك هيستغلوا ضعف الدولة العثمانية ويقومون بحركات انفصالية زي حركة علي بك الكبير الانفصالية بمصر عن الدولة العثمانية. هنبدأ ناخد حركة علي بك الكبير الانفصالية بمصر عن الحكم العثماني. بص يا شباب، هي قصة ظريفة جدا. ايه هي بقى؟ اولا احنا هنحكم دلوقتي قصة علي بك الكبير. ايه قصة علي بك الكبير؟ علي بك الكبير ده كان من اكبر امراء المماليك، وصل الى منصب شيخ البلد سنة 1763. كان اكبر منصب بيوصل له المملوكي في الحكم
انه يبقى شيخ بلد. ماشي. الراجل ده مسك الحكم، قعد كده حاطط ايده على خده. راحوا له قالوا له مالك يا علي بيك الكبير؟ قال لك اسكت وسيبوني دلوقتي، بقى احنا نشتغل عند العثمانيين، بقى الدوله العثمانيه تاخد مننا مصر والشام وتاخد مننا البلد عافيه. طب حاضر يا دوله عثمانيه، لابد المظالم دي ترجع لنا. فعلي بيك الكبير قاعد متضايق. جات له بقى على الطبطاب حصل ايه؟ سنه 1768 حصل يا شباب حاجه مهمه جدا. ايه هي بقى؟ حصل في الوقت ده قصه ظريفه جدا. الخبر راح لعمك مين؟ علي بيك. هو قاعد كده، الحق يا علي بيك الكبير، مالكوا يا جماعه حصل ايه؟ قالوا له انت ما جالكش خبر؟ روسيا بتحارب تركيا. روسيا بتحارب تركيا اللي هي بتحارب الدولة العثمانية. مين؟ روسيا جنب الدولة العثمانية جنب تركيا بيحاربوا ببعض. ففرصتك يا عم علي بيك الكبير دلوقتي. فعلي بيك الكبير قال الله، دي جات على الطبطاب لغاية عند بيضة مقشرة. أول حاجة سنة 1769 راح طرد الوالي العثماني، مسك الوالي عطاله كفين وقال له ارجع تركيا. وعمل ايه؟ وطبع النقود باسمه. اوبا، ده بيستقل اقتصاديا، طبع الفلوس باسم علي بيك الكبير. وقال على الطلاق ما هرسل جزيه تاني للسلطان، وانا قررت ارجع مصر مره اخرى ولايه تابعه لدوله المماليك. ولعت يا واد ولعت. يسكتش علي بيك الكبير، قال لا، ما انا مش عايز مصر بس، انا عايز يبقى ليها مكانه دينيه. هتعمل ايه يا علي بيك؟ قال ارجع بلاد الشام. راح عمل ايه بقى؟ راح بعت قواته بقياده القائد بتاعه كان اسمه محمد بيك ابو الدهب، محمد عيار 21. قال له بص يا محمد ابو الدهب، روح رجع لي بلاد الشام، لان مصر والشام كانت بتاعتنا من العثمانيين، وانا رجعت مصر اهو، رجع لي الشام. محمد ابو الدهب ما كدبش خبر، خد قواته وراحوا ضامنين الحجاز. اكتب الحته دي، الحجاز يبقى له مكانه دينيه اهو، الاماكن الدينيه المقدسه، مكه، يثرب، الطائف، يعني معنى كده بيضم شبه الجزيره. راح ضمم الحجاز. يسكتش علي بيك، لا، ودخلت قوات محمد ابو الدهب دمشق سنه 1770. خلص هو على اعتاب انه يرجع بلاد مين؟ الشام. هنا بقى الدوله العثمانيه قالت الله الله، ده الواد علي بيك الكبير افترى، اعمل معاه ايه؟ قالت بس انا استخدم اسلوب الغدر والخيانه، غدر وخاين. راح السلطان العثماني بعت لمحمد ابو الدهب، قال له خد يا ابو حميد. قال له نعم يا عم السلطان. قال له اقول لك ايه؟ انا هعرض عليك عرض. قال له عرض يا عم السلطان. قال له انا هوليك ولايه مصر بس ليها شرط صغير. قال له ايه؟ قال له اقتل علي بيك الكبير سيدك، غزه، اقتله وانا اخليك مكانه والي. انتوا عارفين الانسان طماع بطبعه، البشر سمة الطمع. راح محمد ابو الدهب رجع وحارب علي بيك الكبير وقتله، ومات علي بيك الكبير للاسف 1773، وفشلت على يد قائده محمد ابو الدهب، وفشلت محاولته الانفصاليه عن الدوله مين؟ العثمانيه، وعادت مصر مره اخرى، وفشلت المحاوله بتاعته، وعادت مصر مره اخرى الى الدوله العثمانيه. محمد ابو الدهب طبعا القاتل يقتل، وبعد حين مات 75. ساب صراع بين اتنين من قاده المماليك، مراد بك وابراهيم بك. طبعا الفتره اللي هتلي محمد ابو الدهب، محمد مات، ساب لنا اتنين من قاده المماليك. واحد، لما يبقى فيه صراع هيبقى فيه ايه؟ اضطراب في الامن. اضطرب الامن، تقلصت يعني قلت تجارتنا الخارجيه. رقم 3، الجماعه دول فشلوا في اقامه اي تحصينات ليه في الصخور بتاعتنا والمواني يامنوا بها البلد. ما الناس دي اساسا بينهم صراع. يبقى الفتره اللي تتلت محمد ابو الدهب هي فتره سياسيا فيها اضطراب، اقتصاديا فيها اضطراب اقتصادي واضطراب سياسي. سياسي صراع بين مراد وابراهيم على الحكم، اقتصادي تقلصت تجارتنا الخارجيه، مفيش اي تحصينات في الصخور بتاعتنا لتامين البلاد.
اضطرب الامن، اضطرب الاقتصاد، وهم بيتصارعوا قالوا لهم انتبهوا الحقوا، بلبل نزل لكم اسكندريه. ومن هنا تبدا مجيء حمله تدعى الحمله الفرنسيه على مصر وبلاد الشام. هنبدا بقى قصه مجيء الحمله الفرنسيه. يبقى نقدر نلخص يا جماعه ان الاوضاع السياسيه للاسف حملت الدولة العثمانية في طياتها في داخلها عوامل ضعفة. الدولة العثمانية دولة ضعيفة، احنا معانا سبب بنحط فيه كل عامل الدولة العثمانية تعبانة. امسك الوالي مدته قليلة، قلة الوالي. 2 حط في السبب تاني نقطة، الصراع بين الوالي والديوان، اضطراب الأمن. 3 تركوا المماليك في إدارة الأقاليم جعلهم يقومون بالحركات الانفصالية. ومن هنا في وسط هذه الحركة، واحنا عارفين ان الانقسام دائما ضعف والاتحاد قوة. تمام؟ فالانقسام ده يولد الضعف، وهنا الدولة العثمانية للأسف بدأ في صراع مملوكي داخلها، وأصبحت القوة الفعلية للمماليك. وهو بيتصارع مراد وإبراهيم قالوا لهم الحقوا، بلبل نزل اسكندرية. ومن هنا تبدأ أحداث مجيء الحملة الفرنسية على مصر. طيب قبل ما نتنقل لمجيء الحملة الفرنسية على مصر، نبدأ بقصة كده هنجيبها بسيطة هنقف هنا. طبعا احنا قبل ما ننقل على الحملة الفرنسية ونكمل مجيء الحملة، الجزء اللي احنا خدناه دايما بنطبق عليه سريعا. طبعا المذكرات دي موجودة عندي وعلى الاتصال بالرقم اللي يبقى موجود عندك على الاونلاين، والمذكرات دي موجودة وبنتعامل بيها مع بعض. ماشي. وببعتها لك انا عن طريق البريد او عن طريق الاتصال بالسكرتير اللي معايا، الاسيست اللي معايا هيفهمك هتعمل ايه. بص يا جماعه، دي طبعا محاولات فرنسا اللي لسه انا شارحها دلوقتي. خلاص المحاولات اهي، ال4 محاولات. هناخد على الجزء اللي احنا شرحناه، دايما هتلاقي في المذكره بعض الاسئله على نفس الجزء اللي احنا شرحناه. يعني بيقول ايه؟ هنطبق بقى. كانت وسيله لويس ال14 لضم مصر. احنا عايزين الغرض ولا الوسيله؟ الوسيله. احنا دايما يا بابا في النظام الجديد ده هنستخدم مع بعض، وهدربك كتير جدا على سياسه اسمها سياسه الاستبعاد. واحنا هنطحن الفصل، ما تقلقش. في حصه كامله هلم لك من جميع الملخصات اسمها كوكتيل الملخصات، وهنحل مع بعض. فاهمني؟ بص يا بابا، وسيله لويس ال14 لضم مصر، هل وسيله تمشي وسيله اقتصاديه؟ دي مش وسيله، ده غرض. دبلوماسيه، ال14 ده جاي يضرب. وسيلته سياسيه، هو اتفاهم معانا، ده هو عايز يضرب. الضرب دي وسيله ايه؟ عسكريه. يبقى هناخد الغرض مين؟ العسكري. يبقى الوسيله بتاعته الاجابه لضم مصر وسيله ايه؟ عسكريه، وغرضه غرض اقتصادي. تمام؟ هو عايز هنا الوسيله، يبقى نختار الوسيله العسكريه. 2 بيقول كان هدف لويس ال14 هدفه ضرب التجاره. التجاره ده هدف، هل يمشي سياسي؟ ضرب تجاره سياسي؟ دبلوماسي لا. عسكري ما تمشيش، لان دي وسيله، انا عايز غرض. وبيقول له كان هدفه غرضه، يبقى الغرض ايه؟ الاقتصادي، لانه جاي يضرب التجاره هولنديه. تمام. كانت وسيله لويس ال15 لضم مصر، 15 ده اللي هو كله بالحنايه. هل وسيلته وسيله عسكريه؟ الراجل جاي يضرب، ما تمشيش. وسيله اقتصاديه، ده غرض اقتصادي. سياسي لا. الوسيله دبلوماسيه، لانه طلب من السلطان العثماني بالمفاوضات، قال له تنزل لي عن مصر. كان هدف لويس ال15 الهدف لضم مصر هدفه ايه؟ طبعا هدفه اقتصادي، ده كله كان بيتصارع على مصر من هدف اقتصادي التجاره. طيب شوف جاي هنا بيقول ايه؟ كانت وسيله لويس ال16 الوسيله لضم مصر، وسيلته هو ده جاي يحتل مصر، وذلك لتسهيل التجاره، غرضه اقتصادي، لكن وسيلته وسيله عسكريه لانه هيرسل حمله. خلاص؟ يبقى لويس ال14 يرسل حمله عسكري، لويس ال16 الحمله الفرنسيه ارسال حمله، كل الوسائل واحده والاغراض واحده ما عدا لويس مين؟ ال15. تمام. بص يا شباب، الجزء الثاني عليه اسئله، بيقول لك ايه؟ كان الصراع الاستعماري على الشرق بين دول. احنا قلنا الصراع الاستعماري تم ما بين انجلترا وفرنسا، صح؟ طب انجلترا وفرنسا دي دول يا رب منين؟ هل من جنوب اوروبا، شمال اوروبا، من دول غرب اوروبا؟ طيب بص يا بابا، بيقول ايه؟ الكشوف الجغرافيه في القرن ال15
اترجم الكلام اللي هو اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. كانت دول اوروبا هي التي بدأت تلك الكشوف لاسباب. انا بكتشف عشان التجاره، يبقى دي سهله جدا، اسباب اقتصاديه. طيب استفاد من قيام الثوره الفرنسيه 89 ونجاحها. هو بيقول لي الثوره الفرنسيه قام بها طبقه اسمها الطبقه مين؟ الوسطى، صح؟ ضد مع العامه، الطبقه البرجوازيه الغلابه، جمعوا المفتري الملك. يبقى بيقول لك استفاد منها ونجاحها. الملوك والرؤساء بره اللعبه. القاده ما هو نفس الملوك. استفاد من الثوره الفرنسيه ونجاحها طبقه الفلاحين اللي هي لما الغوا النظام الاقطاعي. طيب عجزت فرنسا عن ضرب انجلترا في عقر دارها. تبي لي الكلام، انا مش قادر كفرنسا اضرب انجلترا، كل ما تروح لها بالاسطول يمرك يا موجه وتروح لافه، نظرا لتفوق انجلترا. احنا قلنا في الاسطول، هل الاسطول ده زراعي؟ سياسي؟ الاسطول في حد بيزرع اسطول؟ لا طبعا. تفوق صناعي، تفوقها في صناعه الاسطول، لان المراكب والاساطيل دي بتصنع في المصانع البحريه. طيب اللي هي بنسميها الترسانات. الجزء اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ احنا قلنا لازم ندرس الاوضاع في مصر قبل ما يجي الحمله. اهميه دراسه اوضاع المجتمع المصري قبيل الحمله الفرنسيه يرجع لاسباب. احنا ضروري ندرس كده الاسباب. هل سياسيه ودينيه؟ اي حاجه فيها دينيه بره اللعبه. سياسيه اقتصاديه لا، احنا عايزين نعرف المجتمع والقوه، يبقى سياسيه اقتصاديه، السياسيه اجتماعيه لاغراض عشان نعرف الفرق بين الاحوال السياسيه والاجتماعيه. طب احوال الاقتصاد، بص يا شباب بيقول ايه؟ تشابه نظام الاتزان مع نظام الطوائف فيه. هل فض المنازعات؟ هل انا جبت سيره ان الملتزم ده بيفض المنازعات؟ سياسه الاستبعاد. تنظيم الزراعه، ده الزراعه كان بينظمها الالتزام مش الطوائف، دي صناعه. تنظيم التجاره بره، يبقى انا اساسا ما فيش كلام الا جمع الضرائب لان ليهم اغراض ماليه، صح؟ لان انا استخدم مخي، استخدم سياسه الاستبعاد، وده هنتدرب عليه كتير مع بعض. طيب بص يا بابا بيقول لك ايه؟ اي طبقات المجتمع المصري استفادت من تطبيق الالتزام، اللي كانوا بيطبقوا الالتزام. هل الطبقه العامله اللي كان بيطبق الالتزام اللي هي الناس الملتزمين الاقوياء، الطبقه الحكام، استفاد اي طبقات المجتمع المصري استفادت من تطبيق نظام الالتزام. مين الطبقه اللي استفادت من تطبيق الالتزام؟ استفاد المجتمع المصري اللي هي طبقه مين؟ الحكام، الطبقه البرجوازيه اللي هي الطبقه الوسطى، لان هم اللي فرضوا ضرائب. العلماء والتجار كانوا بيفرضوا ضرائب على عامه الشعب. استفادوا من ارض اسمها ارض ايه؟ الوسيه، يبقى الطبقه البرجوازيه. طيب بيقول لك ايه؟ تشابهت طوائف الحرف الصناعيه. دي طبعا لسه الجزء ده ماشي، هناخده مع دواوين الاقاليم ايام الحمله، ودي هناخدها في عمليه جمع الضرائب. طيب تشابه الالتزام مع الطوائف في جمع الضرائب. بيقول لك ده علامه صح وخطا، يعني برضو عشان الاسئله المقاليه. كان الملتزم الذي يجمع الضرائب في مصر ايام العثمانيين من فئات متعدده، صح، من علماء وتجار مش من فئه واحده. طب كانت مهمه الطائفه الحرفيه في مصر زمن العثمانيين الاشراف على الانتاج فقط؟ لا، همزه الوصل خطا. انعدمت الملكيه الخاصه للارض في العهد العثماني؟ غلط، لان كان في ملكيه الوصيه. كان حق الانتفاع يفرض على جميع الاراضي في الدوله العثمانيه؟ خطا، لان في ضريبه ما كانش منتفع عليها الانتفاع اللي هي ضريبه الوصيه، مش على جميع الاراضي، اللي هي على الاراضي اللي كان بياخدها الفلاحين من السلطان العثماني. يبقى العباره خاطئه. تمام؟ ده يا اخوانا الجزء الاولاني في الفصل الاول، رجعناه ورجعنا بسرعه اسئله بس عشان نطبق عليها، لكن بعد كده هنبقى ملتزمين بحصه كامله لحل الفصل الاولاني من خلال بنك اسئله من جميع الملخصات. ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.